تعالى اقول لك على سبب هيبقى سبب رفض السي في بتاعك، مش هتوصل للانترفيو، ممكن الاتش ار ما يشوفش السي في بتاعك اصلا، وهو الاي تي اس ابليكانت تراكنج سيستم. وهو النظام اللي احنا بتوع التكنولوجي عملناه للريكروترز وللشركات عشان يقدروا يستقبلوا ويحللوا وينظموا وكمان يفلتروا السي فيز بتاعت الابليكانتس اللي بيقدموا عندهم. فانا مش هقول لك السي في بتاعك المفروض يبقى شكله ازاي، قد ما اقول لك ما تيجي نفهم تكنولوجي الاي تي اس. الاي اي باور دي اي تي اس بيعتمد على قرايه الداتا من خلال ال ال بي والسكورنج من خلال الماشين ليرنينج. اولا ال ال بي الاي تي اس بيقرا السي في ويبدا يفهمه على مجموعه من الخطوات، بيقطع الجمل وبيقسمها بتقسيمه بشكل معين مفهومه بالنسبه له، يبدا يعمل ديتكشن لكلمه سكيلز، كلمه اديوكيشن، بعدها يبدا يوحد المصطلحات ماسترز، ماجستير وغيره. تاني خطوه بقى السكورنج. الاي تي اس بيبدا يقرا السي في والجوب ديسكريبشن ويبدا يعمل مقارنه ما بينهم من خلال الماشين ليرنينج موديل، بيبدا يحسب بقى مدى التطابق ما بين السي في والجوب ديسكريبشن، وعلى هذا الاساس بيتم حساب السكور بتاعك. وفي شركات بتحسب بقى المدى ده، مثلا لو 60% انت اوت، لو 75 انت ان الاتش ار يبص، لو 75 فيها فوق بتبدا بقى تخش في الفلتريشن بروسيس كويسه. فعشان يسهل على اتش ار الدنيا، لو مقدم 100 واحد هيتقبل 40 بس. فلو عايز تبقى من ال 40 دول اسمع مني بقى. اولا السي في بتاعك يبقى اي تي اس فورمات مظبوط ومفهوم بالنسبه للاي تي اس جدا، وتبقى مركز ان السي في بتاعك بيعبر عن الجوب ديسكريبشن ومطابق معاها كويس قوي عشان تجيت سكور احسن. ثالث حاجه تعمل لنا فولو عشان تفهم اكتر تكنولوجي. سلام.